اي ايميل او اي حاجه ثانيه، وبتشوف الناس اللي انت شايف ان هم ممكن يكونوا بيبعتوا اخبار مهمه. عندك تجهيز الاشتراك ان هو ليهم حاجه على تويتر، عندك مركز شؤون مبارك، عندك المركز المصري، عندك الجزيره، عندك بقيه القنوات، عندك حتى لو في افراد عارف ان هم بينقلوا الخبر بسرعه، فانت بتروح تشترك معاهم. ازاي تقدر توصل لهم؟ انت بعد ما بتسجل وبتخش عندك على اليمين حاجه اسمها فايند بيبل. لو انت سجلت ودخلت، انا دلوقتي هحاول اسجل رقم بس نقدر مفيش شهر شهرين بيو اس بي مودم. فبعد ما تخش بتدور على الناس بتوعك اللي موجودين، وبعد ما تلاقيهم بتضيفهم عندك وتشوف هم بيقولوا ايه وانت بتسجل. احنا عايزين استقرار، مش عايزه المواطن المصري اللي عايز دلوقتي شايف كل صور التحرير دول بلطجيه ودول موقفين حال البلد ودول عاملين ودول عاملين ودول عاملين ودول عاملين. ده التصور. اوكي، هم مش بلطجيه بس دي ادعي لمسيره. ما هقول لحضرتك دي ادعي لمسيره، اعمل واقعه بين الشعب والجيش، وهو الجيش اللي حاميه حاليا. اوكي، انا عندي بديل ايه؟ اجيب بديل منين؟ لو المجلس العسكري سقط اجيب بديل منين؟ اجيب مين يخصمنا؟ ده خوفي، ده تصوري حاليا. لما انا دلوقتي ما عنديش ضغط انا الجيش اضرب في الجيش هيعمل فيا ايه؟ هو ده سؤالي. انا مش عايز اعمل وقيعه بين الشعب والجيش، ما اعملش منطقه. خليني التحرير زي ما مطالب موجود، ادخل بجنوديه، خليني التحرير. انا عايز اقول احنا مش عايزين ندعي المليونات تعمل وقيعه. احنا عايزين نقف في التحرير وبس، مش عايزين ندعي ده. على سؤالك هي مداخله. انا عايز بقى مداخله هو يعلقني عليها، يعقب لي عليها، يعقب لي عليها. بس ربطوا سيقول لي نعمل مسيره ونعمل نعمل مسيره تعمل واقعه مع الجيش. مش عايزين لا المسيره مالهاش علاقه بالواقع. لا المسيره دي احنا خلينا الحركه العباسيه ده ايه؟ اغلبيه الواقعه دي الناس. انا نزلت نفس العباسيه. اغلبيه الناس اللي كانت بتحدث طول عام الظهري دول الناس اللي بيوقع مش بس بلطجيه يعني. Elle rapporte, elle fait une couverture médiatique sur ces jeunes qui disent être effectivement allés dans le Caucase, d'être allés en service, d'avoir rencontré Popovitch et d'avoir suivi une formation. Ils disent également être allés dans le Caucase, mais il y a un pays que Al Jazeera, du Qatar, ne cite pas pour l'information, étonnamment, et pourtant les faits sont là, c'est l'Arabie Saoudite. Vous voyez, ça c'est significatif. C'est les États-Unis. Ils vont à Washington et ils sont formés à la mobilisation. كل البيوت دي كانت بتضرب من فوق. كل البيوت حلل اترمت عليهم عصوات، حلل وازايز، واللي عندها حركه بتنميها. ليه؟ الست المصريه ست طبيعتها مش مثقفه، فاهمه ان دي حركه سلميه. انا عايزه اوصل بس حاجه ان تكون برضه في اعتبارنا. الناس متخيله ان المسيره اللي رايحه دي هيحتلوا المكان هيقعدوا فيه، مفيش وعي كافي، مفيش ثقافه ان في مظاهره سلميه. فمش عايزه ده يحصل، مش عايزين نوقف حال البلد، عايزين نتكلم. يعني مش المسيره دي لا تهرب بدون ضغوط متواصله. انا كالماني اقولها كده، المانيا شرعيه تحررت والمانيا تحررت بدون صعب. ما تغسلش دي اثرها كويس، ونفس الفكره بترطب الوش. الخل لما او البيبسي الاثنين بياكلوا وش، بياكلوا جدا. انت لما تحط لبس على وشك هيريحك جدا جدا ساعتها، بس تبدا تاخد القنبله الثانيه الغاز هيبقى، فانت هتتعب اكتر وهتتضايق اكتر. الخل مفيد وكل حاجه، بس الخل المفروض انك انت تستخدمه، مش الناس تعمله تجيب الازازه وتقبلها، ده غلط تماما. انت الازازه المفروض يتخفف في الاول، الخل قوي جدا. في حالة انت مفيش قدامك غاز خل مخفف، البصل، انا كشخص البصل هو افادي 1000 مرة من الخل. البصل بتحط البصل يعني قشر البصلايه بتحطها جوه مناخيرك او تفركها، بتحطها وهي مناخيرك انا بحطها جوه مناخيري، فانت لو مش عايز تعمل ده ممكن تفركها وتحطها هنا اهوت. افيد لك من الخل. المفتاح الأخيرة في التعامل مع القنابل بديت يعني دلع شوية. في ازايز دي تكون صغيرة خالص بتتباع ب 10-15 جنيه، تمام؟ ممكن تاخدها معاك في جيبك قبل ما تنزل على طول. ده المكان اللي فيه ضرب وفيه ضرب قنابل. بالديتول الأول تمسح وشك، تنضفه خالص من أي وساخة، وبتجيب زيت الزيتون
وتمسح بيه وشك كله. الزيوت قلوية بنحاول فيها يعني لو قريت اي حاجه تبقى على زيت زيتون من بره اقول لك معصور على البارد نسبه الحموضه 1%. يعني ايه الديمقراطيه؟ يعني الوضع في تعمل كلامها احنا ضد الديمقراطيه، الديمقراطيه كل الموجودين والمنافقين وهنصب عليهم. احنا يبقى بس سؤال. لا على فكره اسلوب مش ثوري ولا ديمقراطي ولا ديمقراطي، ويدل على ان الثقافه مش عميقه. الثقافه مش عميقه، مش ديمقراطيه. احنا وقفنا بس ثوره حركه 6 ابريل، احنا وقفنا مع الحركه في اضافه في حلوان ونجحناها بشكل غير عادي في المحله الكبرى، ونجحناها بشكل غير عادي. كتبنا عنها يا سيدي يفهموا انه على فكره لا ديمقراطيين ولا انتم ثوريين، وبقى واضح ان المنطلق الثقافي عندكم مشوش. دي حاجه يا جماعه لازم تعرفوها. حضرتك ايه سؤالك بالظبط؟ عميل سؤال حضرتك ايه بالظبط عشان عايز ترد عليه. لما راجل ان انا عميله الالماني ده يفهم ايه عن الوطنيه المصريه؟ الالماني ده يفهم ايه عن مطالب الشعب انا عايش في بلد اكتر منك انجليزي. حضرتك محضر اعتراض مع حضرتك كلمه مهمه لحد دلوقتي ما فيش وقت وقت الندوه والوقت احنا بنحترم حضرتك احنا بنحترم النقابه اللي مستضيفانا بوقت محدد، بقينا وقت لازم نلتزم بيه. برضه الصدام مع الجيش المصري، الشعب المصري رفضه. الصدام مع الجيش المصري او المجلس العسكري احنا رافضينه. شكرا، هو ده اللي حضرتك عايزه تقوليه. شكرا، رساله وصلت. الصدام مع الجيش المصري مرفوض، الصدام مع المجلس العسكري مرفوض. نفس الطريقه ان انا بقدم انا يعني زي ايه مثلا؟ قول لنا الدول اللي انت رحتها. انا رحت اسبانيا، بس ده كان مع المعهد المصري الديمقراطي، ليها علاقه بالتعرف على التجربه الاسبانيه في الانتقال. رحت ايضا حاجه غير حكوميه. كله حاجات غير حكوميه، وحتى انا لا One of his priorities is to focus attention on the demands of the revolution and to broadcast his message as widely as he can, like here at an Al Jazeera seminar. And it appears that message has been received. On Saturday, people who are interested in finding out more about the movement are invited to come to the headquarters. The turnout is greater than expected. أحمد ماهر، مهندس مدني، 30 سنة، متجوز ومخلف، وساكن في التجمع الخامس، منسق حركة 6 أبريل. And then it is the turn of Ahmed Maher and other selected youth leaders, all cut off by the government. They're going prepared in case of attack. There are guidelines on what to wear and how to act in the streets. They go in groups of 4 or 5. They don't wear April 6 insignia. This is not about the group, they say, but about unity of all Egyptians in the goal of deposing the Mubarak regime.